واحسن صحه واحسن حال. معاكم كريستينا من قناه دبري وفري مع كوكي. تعالوا نعمل الغدا باذن الله النهارده مع بعض. صينيه مسقعه بالبشاميل. حاجه كده بسيطه وسهله خالص، مكوناتها زي ما انتم شايفين. قليه هنا بتنجان. تمام. ونشفها على ورق مناديل يعني عشان يمتص الزيت. هنا برضو قليه فلفل حامي. وفلفل بارد. لو انت مش حابه تحطي الحامي براحتك، ما تحطيش. طبعا انتوا عارفين البشاميل اللي هي المسقعه بالبشاميل مش بتحط معاها اللي هي ايه بطاطس بتتحط مع المسقعه اللي هي الشعبي المصريه اللي احنا عارفينها. معايا هنا يعني 3 معالق صغيرين كده من الثوم المهروس. ومعايا بصلايه مقطعه جوانح. معايا 3 معالق كبار من الدقيق. دي كانت تعصيجة لحمه عندي. تمام. يعني دي في حدود اقل من نص كيلو بشويه. وعصقتها معاكم كتير يعني. وهسيب لكم برضو كذا في صنف التعصيجه بتاعتها في صندوق الوصف اللي حابه تشوف انا بعصجها ازاي. ومعايا هنا عصير طماطم. تمام. مكوناتها بسيطه خالص وسهله جدا. ونسيت اقول لكم ان انا في لبن. تمام. عشان البشاميل. تعالوا بقى على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا كده، حطيت طاسه على النار هحط فيها معلقه من الزيت. تمام. تسخن شويه. بعد كده ايه هنزل عليها بالثوم. هقلبها كويس بقى. وبعد كده ايه هحط معاها البصلايه. تمام. هنزل هنا بالبصلايه. البصلايه هنا انا مقطعاها جوانح زي ما انتم شايفين كده عشان ايه. انا حاطه البصله بتاعت التعصيجه متقطعه صغير. فدي كنت عايزاها تفرق بين البصله اللي هي بتاعت التعصيجه والبصله اللي انا ايه هحمرها مع الثوم. ما يبقاش كله يعني ايه متقطع صغير. هديهم تشويحه حلوه قوي مع بعض بقى. هحط معاهم شويه ملح فلفل اسود صغيرين، لان ما تنسيش ان انت حاطه في التعصيجه ايه مظبطه ملحها، ولسه هتحطي ملح في البشاميل عشان ما تحداش معاكي قوي يعني. تدبل بس البصله كده شويه، وبعد كده هينزل عليها بايه باللحمه المفرومه وعصير الطماطم، واسيبهم يتسبكوا مع بعض شويه. كده انك تقلبي فيها كتير بقى ايه عشان البصله والثوم ما تتحرقش منك. فايدك فيها باستمرار يعني. كده البصله قربت تكبر يعني. هسيبها دقيقه كمان وبعد كده ايه هنزل عليها بالتعصيجه بتاعت اللحمه.
كده تمام. هنزل بقى عليها بتعصيبه. اي كميه لحمه متوفره عندك، يعني دي يعني اقل من نص كيلو بشويه كنت معصباها، فقلت ايه احطها. هديها تقليبه معاها وبعد كده ايه هنزل عليها بعصير طماطم. بصوا بقى الفرق بين البصله اللي هي متقطعه جوانح وبين البصله اللي هي مع تخطيط اللحمه. فانا ما كنتش عايزه اعمل كله مفروم بحيث ان انا ايه تديني المنظر اللي انتوا شايفينه ده. ما كانش هيبقى فيه فرق بين الاتنين لو قطعتها صغير. كده تمام. هنزل بقى عليها بعصير الطماطم. دي الطماطم انا كنت مفرزاها يعني، ولو انت عندك فريش ايه حطيها. هسيبها بقى تتسبك بقى شويه وبعد كده ايه نعمل مع بعض البشاميل. تعالوا ننقلها بقى على نار تانية تتسبك براحتها ونعمل احنا ايه البشاميل عشان ايه ما نضيعش وقت. تمام. احط كده كسرولة على النار. كده فيها معلقة من السمنة. تمام. كده السمنة ايه ساحت. هحط بقى معاها ايه معلقتين كبار مليانين دقيق، يعني 2 سمنة و2 ايه دقيق. اقلبهم بقى كويس قوي مع بعض. لغايه ما الدقيق يتحمر وبعد كده ايه هنزل عليهم هحط معاها برضو نص مكعب مرق. مش هحط مكعب كامل عشان ايه ما تحدقش معايا. وهدوق التحتيه بتاعتها، لو لقيتها محتاجه بقى ملح ايه هحط لها، بس هي المكعب بيبقى متحيق يعني كده. البشاميل دوت انا مش هعمله بشاميل تقيل، لا هعمله خفيف. اوريكم ايه السمك بتاعه بيبقى عامل ازاي.
اديله بس دقيقه كمان، وبعد كده ايه احط لها كده. دي بقى اتحمر، هنزل عليه ايه شويه واقلب عشان ايه ما يكلكعش معايا. يعني انا حاطه مقدار كوبايتين كبار مليانين ايه من اللبن. هقلبه بقى كويس عشان دي ما يكلكعش، وادوق الملح بتاعه. لو لقيته محتاج ملح هدي. عايزاها بس تغلي شويه، وبعد كده ايه اطفي عليها، مش عايزه التقل بتاعها ايه كتير. بصوا كده البشاميل اللي انا عايزه التقل دوت، يعني كده ايه هطفي عليها واوريكم التقل بتاعها. بصوا التقل بتاعها تمام. مش عايزاها ايه تتقل عن كده. هسيبها بقى على تهدى شويه، وبعد كده ايه عقبال ما التسبيكه تسبك، وهنرجع نشوف هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا كده بنات التسبيكه خلاص خلصت، هي زي ما انتم شايفين كده. هاخد شويه بقى احطهم في ايه في قعر الصينيه كده. اي حاجه براحتك بقى، صينيه بايركس، اي حاجه اللي متوفره عندك يعني، مش تشتركي في حاجه معينه. تمام. هرص بقى ايه طبقه من البتنجان. انا كنت عملت معاكم طريقه البتنجان المقلي قبل كده بطريقه حلوه خالص، مش بيشرب زيت بيها خالص. هسيبها لكم في صندوق الوصف او في الايه البطاقات اللي بتطلع على الشاشه. تمام. هرص كده طبقه من البتنجان، وهوزع برضو ايه شويه من الفلفل. ماما تمام. هرجع احط طبقه تاني من العصاج. تمام. واحط تاني ايه طبقه تانية من البتنجان. تمام كده. وهرجع ايه احط بقيه الفلفل، وهسيب اللي هو الايه الحامي هحطه ايه على الوش. زي ما بقولك حسب الرغبه الحامي، لو مش حابه تحطي ما تحطيش. احط بقى بقيه كميه التعصيده كده. ولع ولع ولع. تمام. ولع كده كويس قوي. هحط بقى ايه البشاميل. ولع 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 ولع. اوزعه بقى كده على الوش. هي مش هتاخد وقت كتير في التسويه، لان كل حاجه مستويه، ومجرد بس البشاميل اللي هياخد وشه واخرج. التعصيجه مستويه، البتنجان والفلفل مقليين، كل حاجه مستويه فيها.
بقى الفلفل كده على الوش بشكل عشوائي. ليلى ليلى عسيكة ليه مشي تمام، هدخلها بقى الفرن وايه واخرجها واوريها لكم. بصوا كده بنات، الطاجن خلاص طلع من الفرن زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى شكله، مش عايزه اقول لكم يفتح النفس. تمام. ما خدش وقت مني كتير في الفرن عشان كل حاجه مستويه زي ما بقول لكم، يا دوبك بس البشاميل اللي خد وش متحمر وخرجته على طول. بتمنى تكون وصفتي عجبتكم النهارده. ما تنسونيش بقى في اللايك عشان يوصل الناس اكتر، وتعملوا لي شير في الجروبات. ولو اول مره بتشوفي القناه يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي باي. باي.